اوعى تعمل زي السويسي وتاخد واحدة فرز تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. عيب على فكرة اللي انت بتقوله ده. على فكرة انا يعني بما انك ذكرت السويسي، انا اول فيديو اعمله واذكر فيه السويسي يعني، مع احترامي ليه يعني، هو ومراته وعياله ربنا يا رب يخليهم لبعض. لكن انا عملت الفيديو عشان الكلمة الوسخة اللي انت قلتها دي. ومش انت بس اللي بتقول، على فكرة للاسف الشديد المجتمع ابن الوسخة اللي احنا فيه، مع احترامي للجميع يعني، وفي الالفاظ بتاعتي، واخد فكره بنت 60 في 70 عن المطلقات يعني ما حصلش نصيب. سبب الطلاق ما حصلش نصيب. يعني عشان اتطلقت يبقى هي كده بقى ايه، تترمي في الزباله، يبقى هي كده كفرت خلاص؟ فيها يا جماعه، فيها يا جماعه. عيب والله العظيم. انت ترضى لو اختك مطلقه حد يقول عليها فرز تاني؟ انت ترضى لو امك مطلقه، مع احترامي ليها يعني وعلى دماغي، حد يقول عليها فرز تاني؟ عيب. عيب يا جماعه، الالفاظ عيب. عيب على فكره. انا مراتي او طليقتي الامريكيه كانت مطلقه. ما هو انت كده بتشتم طليقتي وبتشتم كل المطلقات، مش بتشتم بس مرات السويسي. على فكره انا ممكن، انا واحد من الناس ما عنديش مانع اتجوز مطلقه طالما هتراعي ربنا فيا وهتصوني وانا في الشغل وانا بره، يبقى سايب راجل في البيت. ما هو انا ممكن اخد بنت بنوت بس ما فيش عندها اصول بقى، والله اعلم ايه اللي هيحصل. فعيب. عيب بجد يعني الكلام الوسخ ده. هو فعلا مجتمع ابن وسخه، وجيل ابن وسخه، وحاجه بنت وسخه. وسلام عليكم. معلش يا جماعه، حكم عليا.